بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبيه الكريم. اخواننا في بابا بي، في هذه البلديه، بلديه المقاطعه الحاضره كلها، الوجود اللي هون اللي انتم تمثلوه، وجوه النيره، الحمد لله. مسلمين عليكم وشاكرينكم على وجودكم لنا اليوم، وجيكم معنا اليوم في النهار الحامي. وهذا يدل على شيء، يدل على انكم مندفعين الحمد لله في اللي موحول فيه، معكم متهيئين وحاضرين اليوم السبت ان شاء الله، اللي هو لا يعود يوم الفصل بين الناس. انا جيناكم لا اياك نشوفكم ونهنئكم على اللي فات خلق من النجاح، ونشجعوكم على اللي يخلق النجاح هم اليوم السبت ان شاء الله، اللي نجاح العمده هو نجاحكم، ونجاح اللي يخلق المقاطعه وفي الولايه كامله لا نجاحكم. وهذا مهم عندنا بين اللي جايين مقتنعين عن واحد فتره مهمه من تاريخ موريتانيا، هي ان شاء الله انتخاب برلمان عنده اغلبيه ساحقه ومريحه من حزب الانصاف اللي هو الحزب الذراع الاساسي للحكومه ورئيس الجمهوريه. نعرفوا ان هذه الفتره انتم انتخبتوا الرئيس محمد الشيخ الغزواني 2019، وهي كانت بدايه مرحله مهمه. والحزب اليوم اللي قالوا الانصاف اللي هو حامل للاسم شعار برنامج رئيس الجمهوريه، الانصاف والوحده الوطنيه ومساواه بين المواطنين، وسياسه لا اله الا الله يغلي الغبن اللي كانت الناس شاكيه منه. يصبح الشعب الموريتاني ماشي في بلاد اللي تعرفوا على انه ابدا سياسه حقيقيه على انه يوحد الرؤيه السياسيه بين جميع الاطراف السياسيه، ياك يمشوا في بلد، ياك لا يعدل يعودوا ماشيين به، واكثريتهم والله هم قاع جلهم مش تعرفوا على انه في ذا الاتجاه. وهذه المرحله اليوم مرحله مهمه اللي لا يعود ما فيه برلمان اصابلي ناسيونال عنده فيها الاكثريه، معناها الحكومه ما تقدر تعدل برنامجه هو. وانتم البابا بي مقاطعه مهمه لنا، بكم اللي هون على الضفه، بكم اللي هون فيكم مكونات موريتاني كامله، هذه بابا بي موريتاني كامله تجسد الوحده الوطنيه، تجسد مولي الهدف الاساسي من برنامج الرئيس الى لا الله، لكن فيها من الغبن عاد خالق، لكن يشعر على انه ما كان منصف، لكن يشعر بالظلم. باذن الله لا تعود هي من اهداف الحكومه، من اهداف برنامج رئيس الجمهوريه. وهذا اخترت نقول لكم، انا كنت في اللوائح الوطنيه نعدل الحمله، وكانت معايا واحده من بابا بي راس خديجه توان، وراهي كانت على المستوى، كانت تتمثل بابا بي للامانه شابه صغيره عندها مستوى مهم، وتتكلم اللغه وتجسد ذاتيه الوحده الوطنيه. اخترت لا نقول لكم توم ذيك النائبه اللي صبحت اليوم، وهذا العمده، وهذا العماد اللي كانوا مترشحين ولا جاوا، هذا كامل احنا اختاروه الصبح يمشي متفق، ورانا شاكرين الخطه اللي كانوا مشاو وختروا، كانوا منفقعين يا غير مشاو نعتوا لانهم حزبيين ورجعوا للصاف، وهذا يلطم نشكروا عليه وشاكرين عليهم مادين وميدينا، ونمشوا كاملين في بلد ياك الصبح باذن الله يوم السبت نهار ما الصبح تعود النتيجه الى لا الله حاسمه للموقف، يصبحوا عندنا نواب من الانصاف منجحينهم جميع سكان بابا بي وجميع بلديات بابا بي. ارجع لكن نقول عن الشباب والنساء، عندكم نصيب كبير ببرنامج رئيس الجمهوريه، وخلق لكم انتم الشباب لائحه خاصه بالشباب، ياك يدمجكم في الحياه، وياك منكم كان مزوزي يقول عن الشباب ما معلوم به. الشباب هو المعلوم به، هو البرنامج باذن الله هاي الفتره المقبله 2024 يارت نحضروها من ضرك، ياك الرئيس يصبح عنده برلمان، عنده اغلبيه، وياك يطبق للدور باذن الله، ودور باذن الله المستقبل باذن الله لا يعود في صالحنا، لا تعود هناك موريتانيا موحده ماشيه في بلاد، لا يعود هون الوئام بيناتها، ولا تعود ان شاء الله اقتصادها يسير
بالطريقه اللي دور هو ياك ما يخلي كل اصابه ولا يخلي قبل تعود الناس ماشيه في البلد. وهذا طبعا الصبح نهار ما هو الصبح يوم السبت هو يوم الفصل، واحنا معولين عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله.